النهارده قوية جدا وفيها مناظرة مع هذا الولد المدعو حسين العابر الأحول ده ومع التالوت. بقلب في الفيسبوك ولقيت فيديو جاي لي لزكريا بطرس بيجيب التالوت او بيشرح التالوت ويقول التالوت موجود في الاسلام، وجايب مين يعلمه؟ جايب حسين المتنصر الشيعي احد عبيد ال 12 بقى بيعبد 3. المهم لقيت في الحلقة دي زكريا بطرس بيتعلم من حسين ده الدين، بيتعلم من هذا لا انا مش هوصفه، انا عايزكم انتوا اللي توصفوه في الحلقة دي. حسين ده جالي من فترة كده عشان يحاورني في التالوت، هتسمع بنفسك كلام بيقولوا الواد ده في التالوت انت هتستعجب، هتحس ان بجد يعني الناس دي لو عاقلة وبتفهم هيطردوه من الكنيسة. وصدق الرب فيهم إذ قال، والله أنا بقول إن إله زكريا بطرس مش قال النص بتاع بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء. أنا عايز إن زكريا بطرس يجيب مكان النص ده كده بل اختار ربهم محششي مساطيل مخابيل مهابيل العالم ليغيظ المسلمين. الأول تعال نسمع زكريا وهو بيقدم الأستاذ بتاعه اللي هنعمل مع بعض مناظرة حالا وهوريك الفيديو فيها. تعال يسمع بيقول بيقدمه يقول ايه. المحبوب العابر الجريء اللي انا بحبه ايضا مع زمرة العابرين كلهم لهم مكانة عظيمة في قلبي وشهادتهم حية وقوية وكلها حنية. يا لا هو فلورا يا ولا نعوة وقوية وكلها حنية للي عايز يفهم. حاضر. مرحبا بيك اخويا حسين العراقي، تفضل. إلك قدس أبونا المبارك. أيوة. تحية لكل الأخوة والأخوات العاملين أيوة. معك في قناة الفادي. ركز. وأيضا إلى كل المشاهدين الكرام الأعزاء. قناة الايه؟ قناة الفادي. ركز في الصوت والصورة عشان تشوف. انت هتستعجب قال ايه في التالوت. هو لما طلع مع زكريا بطرس بيعلم زكريا بطرس التالوت، ولما هتيجي تشوفه في الحلقة بتاعتنا اللي بعد ما جالي في الحوار فيها هتستعجب ايه اللي الواد ده بيقوله. من ضمن الحاجات بيقول ان الاله عبارة عن 3 حتت. من ضمن الحاجات بيقول ان الاله عبارة عن اجزاء. من ضمن الحاجات في الحوار انه بيقول ان الرب احتاج، مش قادر، عجز، مفيش طريقة تانية يعملها غير انه احتاج يبقى تالوت. ده من ضمن الحاجات بيقول ان الرب عايز ومحتاج الابن. انا بقول لك هيقول كلام في الحلقة القادمة او في جزئية الحوار القادم لو سمعوا اللي في الكنيسة هيكرشوه. ويا اخوة يا اكارم، والله الواد ده بالنسبة لي انا نكرة، هو الواد ده نكرة، ولكن أنا الآن لما هتشوفوا الحلقة بتاعتنا في التالوت أو الحوار والمناظرة في التالوت هتعرفوا أن القنوات المستضيفة ما هي إلا ما بياخدوا الجهلة، بياخدوا أحمق وأغبى البشرية يدخلوهم العقيدة المهرية. الواد ده طلع على قناة الإيه؟ قناة الكارما اللي بيبث منها رشيد أبو حمامة. في البداية عايزة أرحب بأخويا حسين من العراق. أهلا بيك أخي حسين. سلام ونعمة المسيح. اختي نور، الرب يبارك حياتك. تحياتي لك والى كل مشاهدي قناة الكرمة. أهلا. وفاكر كده بس؟ لا، الآن العبد لله محمد نصيف هيدعس على راس آلهة قناة الحياة التنصيرية الكبرى، أكبر قناة سبابة في الإسلام، مستضيفة الواد الأهطل ده اللي هتسمع بيقول إيه في التالوت بعد شوية. دعونا نرى ونسمع إلى اختبار حسين الآن. تفضل عزيزي حسين، اتكلم اختبارك. تفضل. قناة الإيه؟ شكرا قاس بشار، رب يبارك حياتك أبونا الغالي. شكرا لقناة الحياة وشكرا لبرنامج أبناء الرافدين. قناة الحياة. مش يلا بينا نخش بقى على المناظرة اللي في التالوت. ورقة وقلم واكتب ورايا هيقول ايه، وكل ما يزنق مش هيقلع. العبد لله معاه من المنصرين الفشلة، كل ما يزنق يكفر. يلا بينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ده حوار مع مسيحي منصر ومتنصر من العراق بيدعو للمسيحية على الفيسبوك في بثات مباشرة وبيهاجم الإسلام. تعال نشوف الناس دي أصلا فاهمة دينها ولا لأ في حوار التالوت. يلا بينا. حسين، انت قريت عنوان البث النهارده؟ شكرا. اهلا شيخ محمد حبيبي. ايوه، اهلا فك اهلا بك.
قريت عنوان البث النهارده اسئلتي في التالوت، فمش عايزين نخرج عن التالوت خالص. خلينا واضح؟ نرد على الشيخ سعيد أبونا. سيبك من انا وسعيد واحد، سيبك من سعيد وخليك في موضوعي. أولا هم كانوا التالوت بالمجمع. اه حبيب هو راح أجاوبك على قرار الثالث. أولا القانون كان بسنة 325 وضعوا القانون الرسمي لكي يكون شاهدا للكنيسة والأمم، كتبوه كتابة. والروح القدس لم يضاف هذه فقط الأب والابن، الروح القدس أضاف بعد 100 سنة بسبب أنه ما عندهم اختلاف على الروح القدس، لكن أول مرة كان في خلاف على الابن، على طبيعة الابن، فسووا حطوا الابن. بعدين من صار خلاف على الروح القدس، الناس قالت الروح القدس هذا ملاك، مش يعني روح الله، وهذا قالوا هذا ملاك فقط، فصار اختلاف عليه، فلذلك الكنيسة وضعت الروح القدس بالقانون هذا، خليته ثالث. والله أعلم. طيب وشكرا. انت بتؤمن بإله واحد له 3 أقانيم، صح كده؟ يس. بتؤمن بإله أقنوم آب وأقنوم ابن وأقنوم روح قدس، صح كده؟ اللي هي الصورة دي ايه رأيك فيها؟ صح ولا غلط؟ ايه الصورة دي صح ولا غلط؟ شنو الحمامة شنو هاي الحمامة؟ الصورة نفسها صح ولا غلط؟ الحمامة شنو حاط لك؟ حمامة شنو يحط لك؟ الروح القدس، الحمامة دي عاملين ان دي روح القدس. لا حبيبي، حل الروح القدس بهيئة حمامة، الروح القدس مش حمامة. أيوة. يعني الصورة دي غلط؟ لا هذه رسم تخيلي من يمك. يعني غلط ولا اصل دي صورة من الكنيسة، انا جايب دي من موقع مسيحية، الصورة دي غلط ولا شركيات ولا بدع ولا ضلال ولا ايه؟ هذه الصور تعبر عن رسمة لطبيعة الله، وهذا لا إشكال فيه، والله أعلم. طيب ارجع ورا شوية، ابعد وشك عن الكاميرا. طيب نقول انت بتؤمن بإله ليه 3 أقانيم، صح؟ يعني ايه أقنوم؟ يعني في اللغة اليونانية يعني الذات، وفي اللغة السريانية يعني الشخص. حلو. يعني الأقنوم يعني ذات، يعني شخص، صح؟ يعني انت بتؤمن بإله واحد ليه 3 أشخاص، إله واحد 3 ذوات. يس. انت نايم ولا صاحي ولا ايه النظام؟ أنا أؤمن ب3 أقانيم، الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين، له كل المجد والكرامة والسلطان. ماشي. يعني الإله بتاعك 3 ذاتات في بعض، 3 أشخاص في بعض، صح كده؟ صح كده. ايه ازاي يكون إله واحد وفي نفس الوقت 3 أشخاص مش شخص واحد؟ هل تريد جوابا أم تريد؟ فضل. أحسن، بارك الله. أنا أؤمن بالآب وأؤمن بالابن والروح القدس. الآب من البدء هو موجود، والابن من الأزل هو موجود، والروح القدس كذلك هو من الأزل. الآب والابن والروح القدس بماذا يشتركون؟ هم واحد. بماذا؟ هم واحد بالطبيعة، هم واحد بالإلوهية، هم واحد بالمساواة، هم واحد بالإرادة، هم واحد بالقرار، هم واحد بالخلق، هم واحد بالإجماع، هم واحد بكل شيء يفعلونه، لا زيادة ولا نقصان ولا شيء، ولكنهم ليسوا واحدا كعدديا، لأننا ليس واحد بالعدد، إنما نحن نؤمن بالوحدانية الجامعة، والله أعلم. جميل قوي. انت من ضمن الكلام قلت كده ايه؟ واحد بكذا واحد بكذا واحد وقمت قايل واحد بالمساواة. يعني ايه الآب الابن الروح القدس اللي هم ال3 دول عندك هم واحد بالمساواة؟ يعني هو مساوي هو؟ يعني الإله مساوي نفسه ولا ايه؟ اتفضل. لا بالمساواة، يعني الابن هو ايوه مثل ما يقول التقليد الكنسي المساوي للآب في الجوهر. عرفت شلون؟ في كل شيء هو مساوي للآب. عرفت شلون؟ يعني هو مساوي لنفسه. نعم مساوي هو لنفسه. مساوي لنفسه. نعم. محبة الله ونعمة ابنه الوحيد وشركة الروح القدس تكون معك. شركة ايه شركة الروح القدس دي؟ شركة تبع ايه؟ شركة الروح القدس تكون مع المؤمنين، انه تكون بين الشراكة معك والروح القدس بالإيمان والوحدانية، أن نكون نحن جميعا شركاء. ايوه. الروح القدس ده هو اللي هيأسس الشركة دي، صح كده؟ يس. طيب انت قلت تعريف الأقنوم.
أننا نكون جميعا شركاء في الروح القدس لكي نأخذ الصفة التعويضية التي أعطاها الله إلينا، والله أعلم. تمام. الآب في الأقانيم الثلاثة دول، هل الآب أزلي قبل، على فكرة ده اللي مش عارف هذا المنصر الكبير اللي معانا ده ستيفن، حتة حلوة يعني، حتة بيرد على كل سؤال تتخيله في المسيحية الروح القدس بيوحي له الرد، صح ولا لا؟ نعم نعم، الحمد نعم لله. نعم. هذا مما رزقني الله. الحمد لله. عندك السؤال بيقول هل الآب أزلي موجود قبل كل الدهور؟ نعم بالطبع، أكيد. جميل جدا. هل الابن منبثق من الآب أم خارج من الآب قبل كل الدهور؟ الابن المولود من الآب قبل كل الدهور، المساوي للآب بالجوهر، نور من أيوة. نور، إله حق من أنا مش عايزك إله تعمل لي حق. قداس، أنا عايزك ترد، مش عايزك تطلع تعمل لي قداس، عايزك ترد على نعم. السؤال. الابن وترد رد، مولود استنى بص، ترد من غير هزار، رد من غير هزار. الابن واضح؟ أخي العزيز، الابن مولود من الآب قبل كل الدهور، أي أنه ماذا مولود من الأزل، يعني ما إلى بداية. لكن لماذا أخذ مصطلح الولادة؟ أخذ مصطلح الولادة لأن الابن قد أتى للعالم، لأن بالفعل هناك الآب الموجود وهناك ابن، فأخذ مصطلح الابن لأن المسيح منبعث، لأن المسيح مرسل. منبعث انت مش لسه قايل مولود؟ ما تركز في الاجابه. منبعث الى هذا العالم اخي العزيز، اعطي مصطلح الابن لان المسيح منبعث الى هذا العالم. في ملء الزمان ارسل الله ابنه الوحيد متجسدا من الابن ده اللي هو الله عذراء. برضه، استنى لحظه، استنى، الابن ده اللي هو الله برضه، صح كده؟ الابن هو الله والاب هو الله والروح القدس هو الله. يا سلام، ركز بقى في السؤال بقى عشان نركز في السؤال ونركز في الجواب. الآب أزلي قبل كل الدهور، الابن هل هو مولود أيضا قبل كل الدهور؟ الابن موجود مع الآب قبل كل الدهور، والابن مولود من الآب قبل كل الدهور. ما معنى كلمة اتولد؟ ما هو اتولد ده يعني حصل له. هل الآب مولود قبل كل الدهور؟ الآب مولود قبل كل الدهور؟ أيوة. لأن شوف، اعرف لماذا مولود. ممكن تعطيني وقت من دون ما تقاطعنيش؟ الآب خليك في سؤالي أنا، ما تقوليش اعرف لما هو مولود كده، أنت خرجت عن سؤالي وحدت. لا، هل الآب مولود؟ الآب مش الابن. جاوب. الآب أولا الله قائم بذاته، يعني بأصل الإله وقائم بذاته، موجود حي إلى الأبد، يعني مولود حي إلى الأبد. رد على السؤال. شوف الآب حي إلى الأبد وقائم بذاته. أما الابن لماذا قلنا مولود؟ لأن الابن هو كلمة الله التي عقل الله ناطق ونطق الله العاقل، فالكلمة خرجت من الكلمة صفة المتكلم. اسمعني بس يا مستمعين، أنا سألت سؤال واضح، هل الآب مولود؟ أجاب على سؤالي ولا خرج ولف وبعد كده رجع لك على الابن تاني؟ أنا ما سألتش. ماذا هو من اسم هل الآب مولود؟ أجبني نعم لا. الآب الإله خلق السماوات والأرض عندكم مولود؟ أجب. الآب غير مولود، الآب قائم بذاته. بس وقف. الآب غير مولود يا إخوة، الابن مولود. إزاي يبقى الاثنين واحد والآب مولود؟ الآب والد والابن مولود، إزاي الاثنين واحد؟ لأن الآب قائم بذاته والابن مولود، أي الكلمة نطق الله العاقل وعقل الله ناطق، التي خرجت الكلمة في البدء كان كلمة، خرجت من عند الآب، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، كما وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. إذن هذه الكلمة هي آتية من الآب، بما إنها خرجت من الآب يعني هي من ذات الآب. حتى لو ولدت من الآب هي من ذات الآب، مساوية للآب. حتى لو كانت قد ولدت من الآب فإن الابن مساوي للآب، لأنه خرج من الآب الذي جعله وارثا لكل شيء. النص واضح، لا حد يقول للابن من وحده، لا، الابن من الآب. لماذا؟ لأن كلمنا إن الله كلم الآباء بالأنبياء قديما، عشان ده كلمنا هذه الأيام عن موضوعي. أنت بتقول الابن. اسمع الآب إبليس
إبليس رجاء ابليس رجاء ابليس كلمنا نعوذ هذه بالله من ابليس. كلمنا الآب. هذه الأيام باسم ابنه الوحيد الذي جعله وارثا لكل شيء. إذا ماشي. شعورية انت قلت الان المسيحية في من عند الآب. اجابتك الاب مساوي للابن او الابن مساوي للاب. ازاي هو مساوي للاب والاب والد والابن مولود؟ بس قبل دي يعني ايه يبقى هو مساوي لهو؟ لأن الابن قد انبثق من طبيعة الآب ولا فرق بين الآب والابن، لأن الابن يعني هو الرب- كلمة الله التي فعل به كل شيء، التي خلق بها كل شيء. فبما إن الله خلق بكلمته كل شيء فإنه محتاج لهذه الكلمة، فإذا الكلمة هي مساوية للآب وهي من داخل الله ومن طبيعة الله، حتى لو قلنا إنها مولودة، حتى لأنها إن كانت مولودة فإنها من داخل الله. لأن الابن يعني هو الرب- كلمة الله التي فعل به كل شيء، التي ركزوا كده هيقول ايه. خلق بها كل شيء. فبما إن الله خلق بكلمته كل شيء فإنه محتاج لهذه الكلمة. الله محتاج لهذه الكلمة. محتاج، والله العظيم انا ما خدت بالي في المناظرة نفسها، لكن خدت بالي دلوقتي. الله عندهم محتاج للكلمة. ركزوا في اللي بعده. فإذا الكلمة هي مساوية للآب وهي من داخل الله ومن طبيعة الله، حتى لو قلنا إنها مولودة، حتى لأنها إن كانت مولودة فإنها من داخل الله. فبما أنها من داخل الله جزء من يعني الله. جزء من الله. الكلمة عنده جزء. الإله مجزأ. الولد ده مين؟ الولد ده الآن من أكبر منصري الكنيسة اللي طلقاهم في الفيسبوك يطعنوا في الإسلام وينصروا الخلق أو يدعوا الخلق للعبادة الإنسان. فالذي جزء إله مجزأ. يخرج من الله لا يمكن أن يكون أقل من الله، والله أعلم. ماشي، ركز معايا. يخرج من الله يعني كجزء منه كده ولا ايه؟ بس مش مشكلة. يعني انت كده عندك الله الابن اصبح مساوي لله الاب عندك، لان الله الاب عندك ولد الله الابن، والابن اتولد من الله الاب عندك. اجبني. زهرة الزنيق تقول سيبك من زهرة الجاذبية الزنق. المسيحية ما تفتهم. لا المسيحية سيبك من مات دعوة عليها الناس. الملايين. المسيحية مات مشكلة. عليها الملايين. مش مشكلة، خليك معايا وابعد عن الكاميرا شوية ورد على السؤال بتاعي وماليش وانا دعوة عشان عندي شغل يا شيخ، بس ساعات وياك مستعجل، قلت يمكن شغلة 10 دقائق شيء عندي لا شغل. ما هي 10 دقايق، ما تقلقش، بس ما تقلقش. يلا تمام. دلوقتي انت بتقول لانه خرج من الله فلازم يبقى هو الله. طب انا هضرب لك مثال صغير، انه معنى انه خرج من الله مش معناها ان هو لازم يبقى الله. هل الانبياء، ورد على سؤالي فضلا برد واضح ومختصر، هل الانبياء خرجوا من الله ام من الشيطان عندكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، جاوب بقى. كل بشر قد خرج من عندي الله، لأننا خلقنا من عند الله بروح من نفخ فيه نسمة حياة، فنفخة نسمة حياة هي لنا. لحظة المستمعين الأكارم، بالضبط من أقل من دقيقة لو رجعتوا الفيديو هتلاقيه بيقول كل من خرج من الله فهو الله ذاته. هذا قصدي على كلمة الله المسيح. خرجنا من الله. هذا قصدي على كلمة الله المسيح. أما نحن فقد خرجنا من عند الله. بماذا؟ بنفخة نسمة حياة. برضو كل شيء يا أخي، كل الأكوان خارجة من الله. كل شيء مخلوق وأتى من عند الله. لماذا تكفر؟ لا تكفر يا رجل. يا سيبك من الأسلوب ده. أنت عايزنا نشد عليك؟ لو عايزنا نشد عليك همسكك أظبطك. أنت عارف لما بشد مش هتعرف تسلك معايا، هتلطم. فاحنا مش عايزين كده، عايزين على هذا. آليت بالله أن لا أسكت عن شبهة. طيب ماشي. انكرتني الدنيا مذ رأتني غافلا عن العداة. اسمع بس. اسمع. في إنجيل يوحنا إصحاح 17 العدد 18 بيقول: لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك وآمنوا أنك أرسلتني. ده كلام مين؟ ده كلام يسوع. عارف النص ده ولا ما تعرفوش؟ نعم. أو قبل النص ده. لا
سيبك من النص ده ربنا دلوقتي. يسوع المسيح لذلك قد أخذ أحب الكلام من عند الله الآب. العالم حتى، خلينا حتى من النص ده حالا، خلينا ناخد النص اللي معروف أكتر منه اللي هو لذلك لأنه أحب هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. أظن النص ده أعلم وأكتر أنت عارف، هتلاقيه في إنجيل يوحنا إصحاح 3 عدد 16. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. مين ابن الوحيد هنا؟ يسوع المسيح الذي جعله وارثا تمام. لكل شيء. جميل قوي. عندك الآب بذل الابن والابن اتبذل، ازاي يبقى الاثنين واحد؟ هل الاب اتبذل؟ جيد. قلت لك يا شيخ مرارا وتكرارا ولكنك كالذين هم صم بكم. لا، ده ولكن الصم البكم العلماء اللي علموك، تمام؟ وانا بقول لك انا اعلم من علمائك ونعلي بيهم، فكن محترم. الصم البكم هم اللي علموك واللي ربوك. خليك محترم معايا وسيب الشخصنه. رد على السؤال. عقيدتك خلاص. انت صح فاهم الكتب، صح تدرس الكتب. سيبك مني انا وسيبك من الشخصنه، لان بالشخصنه همسح بكرامتك الارض ومش هتسلك معايا. باركني يلا، باركني. مش هقول لك ربكم باركوا لعينيكم، باركني يا حمار. باركني باركني. ربي بارك، ربي بارك. ايوه كده، اعدل الاجابه ومالكش دعوه بالشخصنه وما تغلطش. اتفضل رد على السؤال. اولا انت يا اخي العزيز انت كالجحش الذي اتى به المسيح الى دخوله الى اورشليم. كجحش الفرا يولد الانسان، وربك اتقال عليه وانا انسان قد كلمكم بالحق. فالجحش هو ربك لانه قال كده، كجحش الفرا يولد الانسان، وربك قال انا انسان، يبقى ربك الجحش. فهمت؟ مكانك في الجزمه القديمه وانزل لحد ما تتربى. بلاش بلاش انا يا ابني، ارحم نفسك. بلاش انا مش هتسلك معايا، انا هدعس عليك وعدي. بلاش انا، خليك محترم معايا. انا بلاش. بص، كل أداة من المسلمين وكل محاور المسلمين حطهم في كفة، ومحمد نصيف في كفة لوحده. بلاش أنا. أسألكم بالله العظيم، البث ده من أوله لآخره شفتوني غلطت في حد؟ شفتوني غلطت في حد؟ شفتوني أسأت لحد؟ شفتوني دعست حتى على راس حد؟ شغال بالراحة وهو هادي. مش لازم يستفزوني ويخلوني أطلع أقنوم الآب الشرير اللي جوايا. لازم يستفزوني ويخلوني أطلع الأقنوم اللي جوايا. السلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو يا ريت مشاركة الفيديو على الفيسبوك ومجموعات الفيسبوك. طب لو أنت شايفه على اليوتيوب بيشاركوا على منتداك على اليوتيوب وقنوات اليوتيوب. الناس اللي بتشتكي لي من عدم وصول البث المباشر ليهم والفيديوهات أول بأول في اليوتيوب والفيسبوك، لازم يعمل اللي جاي ده ضروري جدا. تعمل في اليوتيوب باشتراك، بعد كده تفعيل الجرس للكل، وكذلك في التليفونات نفس النظام. شاهد الفيديوهات كلها من هنا والبث المباشر من هنا. طيب الفيسبوك لازم تعمل ده برضه. في الفيسبوك تعمل اعجبني، وبعد كده تعمل اعجبني مرة تانية بيطلع لك القائمة دي، خليها المفضلة، وبعد كده المحتوى خليه قياسي، الفيديو كل الاشعارات، فيديو بث مباشر كل الاشعارات، بعد كده تحديث كده. الغالبية العظمى من الفيديوهات فيسبوك ويوتيوب هيوصلك اشعارات جديدة بيها. طيب الناس اللي كلموني على دعم اعلانات ومحتوى القناة والصفحة، ادي بيبال من هنا والباتريون من هنا، وفي الفيسبوك نفس النظام، وهتلاقي في اليوتيوب والفيسبوك في التعليقات لمن اراد دعم القناة والصفحة. تليجرام محمد نصيف المحاور، وانستجرام محمد نصيف برضه المحاور، وكذلك تويتر. ولا تنسونا من صالح دعائكم. غفر الله لنا ولكم. السلام عليكم.